هذه الليلة المباركة ليلة 27 دشنا الساحة اللي باقي ما فتنا طلقنا عليها الاسم اللي نطلقوا عليها السمية اللي نختاروا، واللي هي ساحة 3 هكتار اللي كانت قشلة ديال الجيش هنا، واللي هي ولات دابا 3 هكتار في زمن قياسي، واللي الناس ما كانت ظانة عنها ليتولي ساحة كيفاك وملاعب ديال هاي الساكنة لهون. أول نوبة طلعت الثمن ديال الحي اللي فيه كثافة من السكان، ديال المنطقة كاملة فيها كثافة من السكان. أنا عندي ساحة فيها 3 هكتار، ساحة فيها 3 هكتار، وثاني منين يجبروا عليها منين يتمشاوا ويجبروا الرجال منين يتمشاوا، وفيها ملاعب منين يلعبوا التركة. هذا هو الخدمة اللي بقينا تكون الناس مستقبل الناس. هذا الحي اللي طرحوا فيه ما كان فيه الواد الحار ولا كان فيه القدرون ولا كانت فيه الإنارة العمومية. درنا الواد الحار ودرنا القدرون ودرنا الإنارة العمومية، ولكن الناس ينساو بالعجلة، يعرفوا شكون يخدمهم ما يخدمهم. هاي خدمة ماشية رسمية إلى راد الله في ذا الموضوع. احنا ما نكذبوا على السكان ولا ندشنوا شي ما هو حقيقي ولا ندشنوا شي ندوروا كان قلعنا ذا نقلعوه الديار الاشاعات الحساد والكارهين واللي ما ماشي يا راعي اللي يقتلهم. هو الحقيقه هاي الساحه اللي قالوا عني لا نقسمها ونديرها بلانات ونبيعها ونعدل لها كل شيء. هاي ساحه قدام المواطنين والمواطنين يشهدوا عليها والتاريخ يشهد عليها، والحمد لله هذا كامل برعاية جلالة الملك لذي المنطقة وبالعمل ديالو والعناية العاطي. هالساحة كاينة وساحات أخرى ومشاريع أخرى. دابا ما كاينش شي حي، راه كانت فيها ساحة ديال 707، ها هي فيها 7000، ولكن هاي ساحة كبيرة فيها 3 هكتار. ولا بد نشكروا العمل ديال الوالي اللي قايم بنا معاه ومساعدنا في العمل الطيب المهم جدا، والحمد لله. انا المهم عندي يعودوا السكان فرحانين، هذا هو المهم عندي.